السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله هنعمل وصفة البسيسة، وصفة سهلة وسريعة قوي وهتعجبك بإذن الله. أنا هنا هعمل مقدار صينيتين، فهحط 4 كوبايات دقيق ذرة، كوبايتين دقيق عادي، 3 كوبايات سكر، واحدة بيكنج باودر، 4 بيضات، فانيليا، كوبايتين عصير، وكوباية زيت. أول حاجة هنزل ب3 كوبايات سكر. طبعا دي مقادير صينيتين. انا هنزلك وصف، في الوصف يعني هنزلك مقدار صينيه واحده او تقسمي المعيار اللي معايا هنا. وهجيب 4 بيضات واحط عليهم كيس الفانيليا وهقلب، وكوبايتين عصير برتقان او استفندي، اهم حاجه يكون متصفي، وتحطي كوبايتين كاملين. وهنقلب كل السوائل مع بعضها، اهم حاجه السكر يدوب معايا خالص. دوبت السكر كده، هنزل بالزيت وهقلب برضو بقية السوائل معايا، وبعد كده هنزل بالمقادير الجافة، نقلب لغاية ما يدوب تماما. وبعد كده هنحط كيس البيكنج باودر. طبعا انا حطيت كيس عشان صينيتين، لكن انت هتعملي صينية هتحطي نص كيس البيكنج باودر، عشان مش عايزاها تبقى عالية، عشان دي مش كيكة بسيسة، بتبقى ما تبقاش عالية قوي زي الكيكة. فهقلب كله مع بعضه، وهحط كوبايتين الدقيق العادي، وهقلب برضو لغاية ما كله يتجانس مع بعضه كده ويندمج. وبكده خلاص بقت كويسة معايا. وهجيب صينيتين وادهنهم بشوية زيت وعليهم حبة دقيق وافردهم في الصينية كلها. وبعد كده هنزل فيهم المعيار اللي معايا على جزئين على الصينيتين، وهكون مسخنة الفرن قبلها بربع ساعة، وبياخدوا معايا في الفرن تقريبا تلت ساعة او حسب الفرن بتاعك. انا الفرن بتاعي متوسط يعني هادي شوية، فخدت معايا تقريبا تلت ساعة. وبكده خلاص دخلتها الفرن، وطلعت معايا البسيسة جميلة جدا وحلوة قوي قوي. وصفة جميلة هتعجبكم وتغيير عن الكيكة العادية، وهتعجبكم في الشتاء. وما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس وتتابع فيديوهاتي كلها. ويا رب اكون افدتكم ولو بشيء بسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.